يقول لي يا باشا صلي على النبي كده وكلمنا عربي، واخد بالك ايه لا مؤاخذه بقى السيريال كيلر دي. السيريال كيلر انت لخبطت. السيريال كيلر هم القتلة المتسلسلين. حصل مسلسل مانسون والعالم دي. ايه؟ فهنتكلم بقى عنهم في الافلام، ازاي الافلام والسينما بيشوفوا النوعيه دي من لا الشخصيات. مش الافلام والسينما، احنا هنا بنتكلم عن الافلام المصريه عموما، يعني النوع ده اتقدم عندنا ازاي، وهل اتقدم بشكل حلو اصلا ولا لا. النهارده معانا 3 4 افلام هنذكر هنقولهم. هو احنا بسم الله الرحمن الرحيم كده اول فيلم رعب يعتبر انت شفته الانس والجن، لان خد بالك في افلام رعب قبلها بس انا مش هحطهم لان دي افلام ضحك. يعني احنا مثلا اتعمل فيلم فامباير، كانوا عارف فاكر انت اللعبه بتاعت زمان بتاعت السنان البيضاء، كانوا بيستخدموها في الفيلم، انت فاهم؟ فدي افلام حرام انك تذكرها، حرام انك تقولها اصلا او تهدر باقه الاستاذ اللي بيتفرج. ما تخافيش، ده قناع. يا راجل الراجل اللي كان بيطلع يقعد يقطع شكاير ده كان بيوترني جدا. الدكتور ده اللي لابس نضاره ده اللي هو كان عايش في البيت. وبعدين هي عبلة كامل كانت في المشهد اللي هي مش عارف لقت زي ما يكون في قلق والاجواء بقى ومش عارف ايه، وبعدين لما نضارتها وقعت على الارض وجت تجيبها وشافت رجلين البتاع، المشهد ده بالنسبه لي كان رعب. يعني شوف انا بالنسبه لي كقصه الانس والجن اعلى بصراحه، اعلى وفي شغل اكتر وفي مش عارف ايه. لكن طبعا الحته اللي بتفصلني طبعا لو انتوا تفتكروا يعني مشهد لو انت تعرف تجيبها، المشهد بتاع الاطباق اللي مربوطه بحبال وبيحركوها في المطبخ. مش فاكرها دي بس هبقى ده انا اللقطه دي يعني هم كانوا عايزين النار بتولع من حيث لا تدري، واخد بال حضرتك؟ وكان في مشهد كده بيهزوا الاطباق، هو عايز يبين لك ان الاطباق طايره، فهو اياميها يعني برضه ما كانش فيه خالص فاهم امكانيات خالص، تقريبا المنتج كان داخل ب 2000 جنيه باين، فهو والله بتكلم بامانه. ايه انا عايز الكلام الباسخ اللي بتقوله ده. انا عايز اقول حاجه في فيلم بس الناس كتير ما بتتكلمش عليه لانه مش مشهور قوي زيهم. فيلم هو عادل ينصح. ده بتاع الساحر الحقيقي، التعويذه الحقيقيه، العزيمه البرهطيه.